السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ 4 أيام تفاجأنا بخبر مقتل محامي في كرداسة، وهو المحامي بنداري حمدي. محامي بنداري حمدي قتل في مكتبه بحوالي 7 طلقات من بندقية آلي. نجحت الداخلية المصرية إنها بعد ساعات القبض على الجاني اسمه محمد محمود. محمد محمود زوجته على خلاف معاه، وأقامت العديد من الدعوات القضائية للطلاق. وكان المحامي بنداري حمدي هو المحامي بتاع طليقة محمد محمود، اللي هو مرتكب جريمة قتل بنداري حمدي. بنداري حمدي محامي يبلغ من العمر 42 سنة، كان بيقيم لقضية لسعاد حسني اللي هي زوجة المتهم بقتل بنداري اللي هو محمد محمود. محمد محمود صدر ضده العديد من الأحكام. كان محامي طليقته هو بنداري اللي أقام الدعوات وخد الأحكام. محمد محمود اشترى بندقية آلي وجاب طلقات، وبلغ العديد من أصدقائه إن هو هيقتل بنداري حمدي المحامي اللي ساكن في كرداس. طبعا أصحابه حاولوا يمنعوه، فوجئوا بالأخبار وبقتل بنداري حمدي على يد الأخ المتهم محمد محمود. فطبعا المباحث بعد التحريات وبعد فحص الكاميرات، لأن محمد كان ملثم أثناء ارتكاب الجريمة، اكتشفت إن محمد وبالتحريات وتم القبض عليه، وخد 4 أيام على ذمة التحقيق. ربنا يرحم بنداري حمدي، وشابوه للداخلية المصرية، وشابوه على اليقظة اللي هم فيها. ومحمد محمود هيلقى عقابه في جريمة القتل العمد للمحامي بنداري حمدي. خالص العزاء لأسرة المحامي بنداري حمدي والأهل كرداسة ونقابة المحامين جميعا. السلام عليكم.